مسرح الحياة التابع لكنيسة سيدة الكرمل. أول ما تنزل تركب المترو تنزل محطة ماسبيرو، تعدي الناحية التانية هتلاقي وكالة البلح الهدوم والبيع الهدوم والملابس. هتسأل هناك على شارع الفرنساوي. الشارع الفرنساوي ده هتمشي فيه هتلاقي الكنيسة على يمينك، هتمشي شوية وتقوم داخل يمين جنب سور الكنيسة وتقوم داخل يمين. قبل آخر الشارع بعد اليمين ده هتلاقي مسرح الحياة. المسرح طبعا في منطقة بولاق. المنطقة عتيقة جدا وجميلة جدا، مفيش أي مشكلة خالص في المكان قريب من الزمالك وقريب من وسط البلد. ما بين الزمالك وما بين وسط البلد في شارع 26 يوليو، الدخلة اللي قلتلكوا عليها شارع الفرنساوي دي في بولاق. المكان من جوه رائع وجميل ومكان أثري وعتيق. تحس براحة نفسية داخل المكان. المكان منفصل عن الكنيسة، يعني الكنيسة جنبها في زي سور كده، في سور وبعدين المسرح، وقدام المسرح في دير تابع للكنيسة. المسرح زي ما احنا شايفين رائع، تجهيزاته حلوة جدا في الإضاءة. احنا دلوقتي هنقابل الأستاذ ماير. أستاذ ماير هيكلمنا عن المسرح وعن ازاي نأجر المسرح. هو كمان مخرج مسرحي، شغله جميل. والنهاردة كان في يوم افتتاح المسرح هو كان بيعرض بفرقته اسمها من كل حتة للفنون. كان بيعرض عرض لطيف جدا. نتكلم مع أستاذ ماير وهنعرف منه التفاصيل. بعد ما هنتكلم معاه هقول لكم التواصل معاه هيبقى ازاي، هقول رقم تليفونه وهيبقى مكتوب كمان اللينك بتاع البيج بتاع فرقته. لو حد حابب يبعت رسائل على الصفحة، حد حابب يتواصل معاه يتصل بيه. بس تعالوا الأول نسمع منه ونعرف تفاصيل إيجار المسرح ايه. احنا مسرح الحياة بيرحب بأي فريق موجود وعنده عرض أو عنده بروفا حابب ان هو يستخدم المسرح ويستخدم المساحة اللي موجودة. يميت اهلا وسهلا بيه. وكل الميزة ان الاسعار اللي متقدمة هي اسعار موجودة ومعمولة عشان خاطر تساعد الفرق الحرة اللي امكانياتها بسيطة ان هم يكونوا موجودين ويقدموا الفن بتاعهم. واهلا وسهلا بيكم في اي وقت. انا استاذنك حاجه اضافه بسيطه بس، هل نقدر نقول ايجار المسرح هيبقى كام اللي هي بالنسبه لشهر اغسطس؟ تمام، مش هنقول يوليو لان محدش هيلحق في اخر اسبوع، فهنقول في اغسطس هو ايجار المسرح هتبقى حاجه رمزيه 2000 ونص، وده شامل الاضاءه وشامل الساوند بس ماشي المايكات تمام، واستخدام كل الاضاءه اللي موجوده والمسرح كله. بالنسبه بقى لاسعار البروفات هي بتكون على حسب الناس حاجزه ليله عرض او لا، بس عامه برضو كده الاسعار هي رمزيه 180 و70 و60 وحاجات كده، وبرضو بيبقى باختلاف عدد الساعات السعر بيكون بيتظبط. ده للبروفا على المسرح؟ البروفا على المسرح. اوكي. استخدام القاعه كلها، المساحه كلها باضاءه فول لايت عادي اللي هو الفول لايت. بالظبط. طيب والتيكتس لو الفرقه هتيجي هتدفع مثلا 2000 ونص في الفتره دي ويحجزوا يوم المسرح، التيكتس اللي يرضتها بترجع لهم هم كلها؟ اوكي تمام. بشكرك جدا جدا وشكرا جزيلا ومبروك على العرض النهارده. احسنت بجد، العرض مبذول فيه مجهود وانت تعبت في المكان جدا، وكل القائمين عليه يعني بجد يعني شكرا جزيلا. شكرا يا استاذنا، الله يخليك. الله يخليك. في الصورة اللي قدامنا دي ده عدد من فرقة من كل حتة للفنون. رقم التليفون عشان التواصل لو حد حابب انه يحجز المسرح ماير مجدي 012 2364 239. تاني 012 2364 239. وده اللينك بتاع الفيسبوك بتاع البيج بتاع الفرقة، يمكن اكتبه على الصوت.
التكلفة والإيجار، مبلغ اللي بيتأجر بيه المسرح بالنسبة للمسارح اللي موجودة دلوقتي والمسارح اللي حواليه في منطقة وسط البلد أو الزمالك، هو أرخص قيمة إيجار. تعالوا نبص على المسرح. من هنا انا هقفلك انت شخصيا وانا لازم ابقى عايز كده كل يوم. انت ليه بتعمل مشاكل من ساعه كده؟ انت هتطلع حسابات هتاخد ورقك وتاخد فلوسك وتحط 60 دقيقه مش عايز تبقى تاني. تمام؟ انا بصرف عليكم حبيبي، انا مش شغلي في العائله، انت مش واجهه المكان زي ده. الكنيسة دي تبع ايه واصلها ايه وكان ايه سبب انشائها من البداية؟ طبعا بولاق زي ما احنا عارفين، بولاق منطقة عتيقة جدا وليها تاريخها، والكنيسة اثرية اسمها كنيسة سيدة الكرمل. انتوا حابين ان نبقى نعمل حلقة تانية او على ليه اسم سيدة الكرمل؟ هو موضوع لطيف جدا بس مش وقت دلوقتي ان احنا نتكلم فيه. الكنيسة عبارة عن مبنى كبير، هي الكنيسة ومقر الرهبان، ودلوقتي كمان المسرح اللي اتكلمنا عليه، مسرح الحياة. البداية تاريخ بناء الكنيسة نفسه سنة 1926 اللي بناها الجالية المالطية. انتوا عارفين مالطا. كان أغلبية سكان بولاق من الجالية المالطية كانوا بيحتاجوا، الأغلبية السكان اللي كانوا من الجالية المالطية يعني من الجالية المالطية كانوا بيحتاجوا المكان للصلاة والتعبد. مصدر المعلومات اللي احنا بنقولها ده من المصري اليوم. كان الرهبان الفرنسيسكان بيجوا من الأراضي المقدسة لمنطقة الموسكي لخدمة الكنيسة، ولما وصل عدد الجالية لتقريبا 3600 فرد بدأوا بقى في تعيين 2 من الكهنة لخدمة الجالية. اللغة السائدة في الفترة دي كانت الفرنسية. تبعية الكنيسة نفسها، الكنيسة تابعة لإيه؟ الكنيسة كانت تابعة لروما مباشرة، وفضلت التبعية دي لغاية ما استلمها الآباء الفرنسيسكان التابعين للإقليم المصري. اتكرست الكنيسة وانتهى البناء سنة 1928 وما تعملش أي ترميم فيها لحد دلوقتي غير الهيكل. المساحة نفسها بتاعت الكنيسة تقريبا 56 متر طول و26 متر عرض. سنة 2003 تحولت من اللاتينية للقبطية، وأدى ده طبعا للتحول، أدى التحول ده لتغيير اللغة المستخدمة، وبقوا المصريين يدخلوا للصلاة في الكنيسة لأنها كانت مخصصة في الأول للأجانب بس. صاحب المعلومات دي اللي قالها جريدة المصري اليوم هو الأب شاكر. بناء الكنيسة، بيكمل الأب شاكر وبيقول إن بناء الكنيسة تم على 3 مراحل. كانت الأول عبارة عن مبنى صغير، ولما ازداد العدد عليها والإقبال وصل عدد المصلين بالكنيسة لأكثر من 3500 فرد، اضطر الفرنسيسكان لبنائها للمرة الثالثة، وهي مسجلة بجهاز التنسيق الحضاري ضمن المباني ذات الطابع المعماري المتميز.